السلام عليكم. شوفوا أنا هنايا بنطيب أكلة مالتية، هي محمصة. فهي كل واحد وتسميتها، بس طريقتهم هم يقولوا لها كسكسو. فأنا هنايا حطيت الزيت وحطيت البصل الأخضر وحطيت الكرافس. فهي بنحط عليهم معجون الطماطم، هنحط المقدار هذا من معجون الطماطم، وهنضيف عليه شوية ملح وفلفل أسود. تمام. وهنحط المية، هنضيف على معجون الطماطم والبصل والكرافس. بهي هنحط لهم الفول الأخضر. عندك فول أخضر طازة حطي. الكمية هذه كويسة. هنضيف المية، في اللي يحط في بازيليا، في اللي يحط في بطاطا. كل واحدة وطريقتها، بس هذه الطريقة الأساسية متاعهم حق تعلمتها من حماتي. نحط شوية فلفل أسود وشوية ملح، يعني نحب نحط شوية فلفل أحمر خلي تعطي لون. شوية ملح متكتروش، وحاجة بسيطة فلفل أحمر. تمام، بسيطة. ونخلوا الفول وباقي الحاجات تطيب، وبعدين نكمل لكم باقي الخطوات. تعالوا نشوفوا الفول طاب ولا لا. فلفولات، الفول بسرعة يطيب. تمام، هيك الفول خلاص جهز معانا. هذه المحمصة، مش عارفة كل بلاد وتسميتها، فهذه هي المحمصة، هذه النوعية. فهنا حنضيف المحمصة مش عارفة، بنضيف هذه هنايا. فهذه شي يقولوا لها قبل ما يحطوا لها المحمصة. ما قلنا نضيف المحمصة أو حسب التسمية. بعد ما طاب الفول وجهز معانا، هنبدأ نضيف المحمصة هنايا، نحرك ونشوف الكمية عندي كويسة أو لا. تعالوا نشوفوا المحمصة وين وصلت. خلاص هني هيكي هنتأكد منها ان هي طابت. تمام. شو بنضيفه هنايا؟ شو بنضيف يعني هنايا؟ طبعا هم من العادات والتقاليد للأكلة هذه يضيفوا في الجبنة. فمش عارفة الجبنة اللي تكون في المية، هذه اللي تكون الجبنة اللي في المية، ما تكونش المالحة وما تكونش الحلوة، الجبنة اللي تكون محفوظة في المية. فهني هناخد في اللي يقدمها بعد ما يحط في الصينية في الطبق، يحط الجبنة ويحط عليها فلفل أسود، وفي اللي يحطها تمام في الطنجرة، تخليها تاخد غلوة بسيطة مع المحمصة وعلى الصوص، وبعدين يقدمها. طبعا هنا حطيت الجبنة تحريك بسيط، يعني ما نبيش نكسرها أو نفتفتها، خليها زي ما هي. نغطيها نغطيها ونرجع لكم. استنى. وهنا جهزت معانا الطبخة، قدمناها في الطبق. طبعا هندير رشة بسيطة فلفل أسود للزينة. تمام. وننتقلوا للمرحلة الثانية اللي هي انتم ملكمش علاقة بها، وهي التصوير. يلا ان شاء الله عجبتكم، جربوها.